السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحدث طبعا اللي قلب الدنيا انسحاب الأهلي من مباراة القمة أو عدم لعبه ورفضه اللعب في وجود التحكيم المصري. حدث طبعا تاريخي بالنسبة للكرة المصرية، والأهلي عادة كل الأحداث التاريخية بيكون ليه دور قوي فيها، ولكن المرة دي الموضوع فيه حيثيات كتير وفيه عواقب الله أعلم هنوصل بيها لغاية فين. الأهلي كمنظمة قوية جدا وعندها سيستم وبتراجع كويس قوي قبل ما تاخد قراراتها، ولكن في الموقف ده واضح ان في تربص بالأهلي بشكل كبير وفخ هو وقع فيه. هل هو مجلس إدارة الأهلي مدرك جدا العواقب اللي هتتم؟ أتمنى ذلك، لأن طبعا الموقف خطير. لأن دلوقتي أول حاجة الرابطة نفذت قرارها واتحاد الكرة، وبقى في عقوبات على الأهلي وفقد 6 نقاط. وهو دلوقتي بين أمرين: يا إما يفقد 6 نقاط ويكمل الدوري، فكده يبقى هو خسر عدم لعبه، وفي نفس الوقت خسر بطولة الدوري، لأن الفرق هيبقى 9 نقاط. الاحتمال التاني إنه ما يلعبش زي ما هو قال وما يستكملش الدوري وينسحب منه، فبالتالي هنا ممكن تبقى فيه عقوبة أشد وتاريخية. لأول مرة في التاريخ الأهلي ينزل للدرجة الأدنى. هل هيستمر العند والقرارات دي؟ مش عارفين. طبعا في تعليقات سخيفة وتعليقات ساذجة من بعض النجوم وبعض المنتمين لنادي الزمالك، منهم عمرو أديب اللي كاتب بوست وقال فيه في البوست بتاعه: طبعا بعد الانسحاب ما بيتلعبش ماتش، القاعدة واضحة، احنا دلوقتي في مرحلة العقوبة وتطبيق القانون. كلام نلعب بكرة ونقعد نتكلم، ده لو حصل يبقى من حق اي نادي بينافس على القمة. شوف بيقصد ايه، بينافس على القمة، ده تسخين لبيراميدز، او بيهرب من القاع عشان يسخن اي نادي تاني، يقول لك لو ما جبتوليش كذا وكذا مش لاعب. ما حدث مؤلم للاهلي، ولكنه ألم كان لابد منه لتحقيق العدل في كرة القدم المصرية. يا اخي اهدى. عمرو اديب مش فاهم غير ان هو بس يستفز الاهلي ويشمت في الاهلي وخلاص على كده. انت يا عم ما بتفهمش ولا ليك في الاشياء القانونية ولا المواقف التاريخية. انت نادي كومبارس، ما بتعملش اي قرار او ما بتاخدش اي قرار الا لما بيكون ليه مصلحة شخصية، لكن الصالح العام انت ابعد ما يكون عنه. للأسف نادي الزمالك وكل مشجعينه وكل المنتمين ليه ما بيفهموش حاجة خالص في حقوق النادي ولا حقوق الكرة المصرية ولا مصلحة الكرة المصرية. هم عايزين بس يضروا النادي الأهلي ويوقعوه. النجاح بالنسبة لهم ان هم يفشلوا النادي الأهلي، مش ان هم ينجحوا. هي دي أهداف نادي الزمالك وأهداف جماهيره والمنتمين ليه. ده تعليق السخيف بتاع عمرو أديب. وطبعا طلع المتحدث الرسمي بتاعهم وبرضه قعد يتكلم ان احنا متمسكين باللائحة ومتمسكين مش عارف بالقوانين بتاعة الرياضة المصرية. طب وما تمسكتوش ليه بتحكيم أجنبي؟ اشمعنى دي اللي منفضين ليها؟ وطالع يقول لك احنا متمسكين نلعب بتحكيم مصري. تخيل البيان، طالع بيعاند في الاهلي وبيقول حتى لو جبتوا تحكيم اجنبي مش هنلعب، احنا عايزين التحكيم المصري اللي انتوا اعلنتوا عنه. حاجة مستفزة جدا 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 بصراحة. الموقف ده موقف عار للكرة المصرية، وهاني ابو ريدة للأسف مثال للفساد. وانا مش عارف الشخصية دي اصلا جاية ليه، وكمان رايح يرشح نفسه وينتخب في اتحاد شمال افريقيا، وهو موجود في الاتحاد المصري بس موجود صورة، لكن اللي بيدير حقيقي احمد مجاهد واللي على شاكلته. للأسف طبعا بتوع لجنة الحكام والفساد اللي هم فيه وتعييناتهم اللي فيها شبهة تعمد لتوجيه الدوري إلى بيراميدز،
وافساد الدوري على الاهلي، هي دي اللي واضحه جدا في الموقف ده. طبعا هم لو عايزين يصلحوا حاجه كانوا لحقوها من بدري، لكن هم بيدبسوا الاهلي وبيحطوه قدام المقصله وبيحطوه قدام المدفع عشان يظهر ان هو اللي عامل المشكله وهو المتعنت، وبيحاول يفرض رايه على الجميع. طبعا كلهم فسده، يعني فعلا كلهم فسده. اتحاد كوره، رابطه انديه، الزمالك، بيراميدز، كوكتيل من الفساد موجود. اما بقى بالنسبه للنادي الاهلي، طلع الاستاذ سعد شلبي المدير التنفيذي بالنادي الاهلي عبر قناه الاهلي، وقال: بيان الاهلي واضح وهو ملتزم بقرار رابطه الانديه بطلبها لحكام اجانب لاداره عدد من المباريات مثل الاهلي والزمالك والاهلي وبيراميدز. خلينا نرجع لورا شويه، وهو اعلان رابطه الانديه بالجدول في توقيت غير مناسب وبشكل غير مناسب. طبعا اللي هو الفجر، هو في حد بيعلن وبياخد وبيعمل قرعه في توقيت زي ده؟ توقيت مريب طبعا يعني. والاهلي لم يكن طرف في الازمه، والكابتن محمد رمضان المدير الرياضي في الاهلي اكد انه لا يخشى من القرعه بمواجهه الزمالك ثم بيراميدز، ولكن كنا مستائين من شكل وطريقه القرعه وعدم حضور مناديب الانديه. الاهلي لم يكن طرف في الازمه، وهو دائما يبحث عن الحل. ومحمود الخطيب في اجازه، لكنه عندما علم بازمه حكام القمه تواصل مع هاني ابو ريده، وهو قال له مشغول في انتخابات الفيفا، وتواصل معه في وقت لاحق وانتظرنا حتى وقت متأخر. الأهلي عندما رأى أن الرابطة هي التي طلبت حكام أجانب وهي المسؤولة عن جودة المنافسة وشكل المنافسة وشفافية المنافسة فتمسك بطلبه. وعندما تطلب الرابطة حكام أجانب فهي ترى أن هناك شيء غريب غير معلن يحدث. ولكن النادي الأهلي كان في غاية الوضوح وتمسكه بقرار استقطاب حكام أجانب في مباراة الزمالك وبيراميدز حق أصيل للنادي الأهلي وحاجة مفروغ منها، ولم يتم التنفيذ. ولو لم يتم التنفيذ فلن نستكمل بطولة الدوري. ده آخر قرار للنادي الأهلي وهو هينفذه وقادر ينفذه. الفترة الجاية واضح ان يبقى فيها ضرب نار ولعب جامد جدا، لان المنظومة بتاعت هاني ابو ريدة مسنودة من المؤسسات الحكومية، وواضح ان هم مسنودين على قرارات دعم من الدولة. فبالتالي هيبقى في صدام قوي جدا مع النادي الاهلي، اللي هو هيبقى اقوى منهم كلهم بجماهيريته وبالشركات اللي بترعاه، اللي هتخسر كتير في حالة عدم مشاركته. واعتقد ان الضغط اكتر هيكون على هنا بوريدة ورجاله. ولكن هتستمر الازمة لغاية فين؟